جوزي والأولاد كان نفسهم في الحواوشي. نزلت كده أسأل على رغيف الحواوشي لقيته عامل 25 جنيه. اتصدمت من الأسعار. جبت معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. عملت أكتر من 8 أرغفة. عايزة أقول لكم توفير التوفير. السندوتشات اللهم بارك مقرمشة. التتبيلة خطيرة. طعمها حلو. هقول لكم على كل الأسرار اللي تحتاجيها علشان العيش ما يبقاش طري معاكي ويبقى مقرمش وطعمه حلو، وكمان علشان ما يبقاش شارب زيت كتير. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو انت لسه جديده معايا ما تنسينيش في لايك حلو وكمان كومنت كده لو عجبتك الوصفه، ويا ريت تجربي الوصفه وتقولي لي ايه رايك. واول حاجه كده معايا في المقادير نص كيلو من اللحمه المفرومه وعليها قطعه من الليه وفرماهم مع بعض فرم ناعم. ضفت عليهم 5 قرون من الفلفل وزي ما انتم شايفين مفرومين فرم ناعم اهم حاجه، و5 بصلات. طبعا البصل والفلفل بيزودوا الكميه زي ما انت عايزه ضيفي. تعالوا كده اقول لكم على السر والتوابل اللي هتخلي الحواوشي زي بتاع بره بالظبط. عندي نص معلقه من الفلفل الاسمر، وعليهم نص معلقه من توابل اللحمه، ومعلقه كبيره كده من السبع بهارات، ورشه حلوه من الملح. وما تحاوليش تزودي في كميه التوابل لان الحواوشي طعمه هيتغير معانا. اللي هي بتدي تطعيمه حلوه قوي للحواوشي، يعني لو عندك ليا ضيفيها هتلاقي الحواوشي طعمه اختلف. وطبعا فضلت اعجن كده لمده 5 دقايق لحد اللحمه ما بدات يبقى ليها عرق. جبت كده العيش، ويفضل طبعا لما تنوي تعملي حواوشي تقولي للراجل بتاع المخبز انا عايزه عيش حواوشي. وبس انا طبعا كنت كده هعمل الساعه 10 بالليل، فجبت العيش البايت اللي عندي وسخنته في الميكروويف وادى نفس النتيجه. هبدأ كده افتح السندوتشات. طبعا لو انت حابة تعملي العيش الشامي برضو بيبقى حلو، بس احنا كده متعودين على العيش البلدي، بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى كده تحسوا فيه سكر. كلنا كده اولادنا بتحب الحواوشي، وطبعا احنا داخلين على عيد الاضحى، كل سنة وانتم طيبين. فبإذن الله كل البيوت ان شاء الله يبقى فيها لحمة مفرومة، او تاخدي قطعة كده من اللحمة وتفرميها مع حتة من الدهن، او كمان حتة من اللية لو مش عندك. اللية او الدهن بيخلي الحواوشي حلو جدا. هبدأ كده احشي كل الكمية. طبعا الحشو ده على حسب ما انت عايزة تزودي الكمية براحتك، عايزة تقللي ده انت اللي هتاكلي انت واولادك. وطبعا مفيش احلى والذ من الحواوشي بتاع البيت. انا واحدة من الناس ما بحبش اكل حواوشي بره البيت، بيبقى طعمه كده متغير، بيبقوا ضايفين كمية كبيرة قوي من التوابل لان ما بتبقاش اللحمة بلدي، ما بتبقاش اللحمة صافية. انا عندي مبدأ ما بحبش اضيف في الحواوشي لا فول صويا ولا برغل ولا كمان في الكفتة. بحب اعملها بلحمة صافية، بتبقى تطعيمتها حلوة وزي بتاعت بره، يعني كده تحسي انك انتي قاعدة في افخم المحلات والمطاعم اللي بتعمل الحواوشي والكفتة. وباذن الله الناس اللي طلبت مني الممبار، باذن الله في الفيديوهات اللي جاية هعمل لكم كل الوصفات اللي انتوا بتحبوها. بس اهم حاجة كده دايما تدعموني باللايكات، وانا عارفة انكم على قد المسؤولية، وعارفة ان كلكم كده بتحبوا وصفاتي. وشكرا على كل الناس اللي بتحب طريقتي، ومش عارفة اشكركم قد ايه. ويا ريت كده اللي يجرب الوصفات يكتب لي في الكومنتات لو في حاجة مش واضحة، يا ريت تقولوا لي وبإذن الله هوضحها. ايه بقى يا ايمان اللي بيخلي العيش معايا يطرى؟ تعالوا كده اقول لكم، هو سر واحد بس. انا خلصت كده حشو كل الكمية، كنت مولعه الفرن سخنت معايا كويس جدا، وحاطه فيها الصاجه اللي هنعمل فيها الحواوشي. اهم حاجه الصاجه تبقى سخنه جدا علشان اول ما اضيف فيها الارغفه بتاعه الحواوشي ما ينزلش ميته. لو انتي ضفتي لو انتي ضفتي العيش على صاجة باردة هتلاقي كده ان اللحمة بدأت تنزل ميتها والعيش بدأ يطرى معايا. وطبعا الحواوشي بيدخل على النار سخنة جدا لحد كده ما يبدأ يتقرمش معايا من الناحيتين، وبعدين كده بهدي النار. التسوية مهمة جدا علشان ناخد نتيجة افضل. يعني كده لو انتي رصيتي الحواوشي في طاسة او مثلا في جريل عندك ودخلتيها الفرن من غير ما تبقى الصاجة سخنة معاكي، اول كده ما يبدأ العيش واللحمة كده تستوي هتلاقي كمية مية نزلت ودهون، وهتلاقي ان الحواوشي طري معاكي. طبعا لو انتي هتسوي على النار على عين البوتاجاز طبعا التسويه بتختلف تماما. هتحطي طاسه او جريل تسيبيها تسخن كويس جدا، وبعدين تضيفي معلقتين من الزيت، وبعدين كده تبداي تسوي معاكي. كل ما تحسيه بدا يحمر تبداي تقلبي. زي ما انتوا شايفين انا دهنت الصاجه كويس جدا من الزيت، وبعدين كده ضفت حوالي معلقه كبيره من السمنه البلدي. الله الله على الحواوشي لما بيبقى فيه ريحه السمنه البلدي. هبدا كده اضيف كل كميه الارغفه اللي عندي، وابدا كده ادهنها دهنه بسيطه من الزيت لان لسه
اللحمة اللي في الرغيف فيها كمية دهون حلوة فلسه هتنزلها، فأنا مش عايزة أحس إن أنا باكل حواوشي كله زيت أو عيش كده مليان زيت. لا، انت اعمليه بس بالطريقة اللي بقولك عليها، وصدقيني هيطلع معاكي مظبوط ومش شارب زيت تماما، وطعمه حلو ومضمون. وجربيه بس انت على طريقة. وبعد ما رصيت كل الكمية اللي عندي الفرن سخنة جدا، انا بسوي على الصاجة بتاعة الفرن. وطبعا لو انت مثلا عايزة تسوي على الشبكة، هيبقى الفرن هتبقى سخنة جدا جدا زي ما قلت لكم، علشان الحوش يستوي ويبقى مقرمش معايا كده او كده، ما بياخدش اكتر من 5 دقايق. انا بالظبط اخد معايا 6 دقايق وكان الحوش مستوي، واللحمة مستوية، والعيش معايا مقرمش وطعمه خطير. وطبعا باذن الله هعمل لكم سندوتشات الحواوشي بالسجق، وكمان بالخضار بيبقى حلو قوي، وبالتونه. في طبعا تطعيمات كتير لو انت مثلا مش موجوده عندك لحمه مفرومه. ما تقفيش على حاجة، ممكن تاخدي فكرة وتطبقي على حسب الحاجة الموجودة عندك. اللهم بارك، كان طعمه خطير وحلو جدا، مقرمش قوي 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 ومش شارب زيت خالص. معلقة السمنة اللي احنا حطيناها مع بعض فرقت معايا، برضو اللي انا حطيتها مع اللحمة كان طعمها حلو، ادت تيست عالي قوي للحواوشي. يا ريت كده ابقى ضيفة خفيفة عليكم، يا ريت كلكم تجربوا الوصفة. كل سنة وانتم طيبين، واترككم في رعاية الله.